على الراديو، راديو دوجما 3.10. بسم الابن والروح القدس إله واحد أمين. صباح الخير أحبائي. في بعض كلمات في الكتاب المقدس بننطقها بطريقة غلط وبالتالي نفهمها بطريقة غلط. كل يوم هقدم حلقة 5 دقايق بعنوان كلمة ملعبكاني. في ترجمة فان دايك بيقول في مزمور 65 الآية 10: اروي أتلامها، مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها، تبارك غلتها. في الطبعة الكاثوليكية نص الآية في مزمور 65 بتقول إيه؟ تروي أتلامها وتسوي أخاديدها، بالوابل تبللها وتبارك نبتها. في طبعة الكتاب المقدس الدراسي بيقول نص الآية إيه؟ تروي أتلامها، بين قوسين بيقول خطوط المحراث، وتسوي روابيها فتلينها وتبارك غلتها. في نص الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية هو نفس النص بتاع الكتاب المقدس طبعة فان دايك. يقصد بكلمة أتلامها داود النبي بيقول له يا رب اروي الأرض المحروسة مش بالسين، المحروسة بالث، تبقى الأرض التي تم حرثها، فربنا يروي الأرض اللي اتحرثت. مهد أخاديدها، الأخاديد جمع أخدود، والأخدود هو الشكل اللي بيعمله سن المحراث في الأرض. هو ماشي بيحرث الأرض بيعمل شكل في الأرض كده إيه يشبه المثلث، رأسه لأعلى وقاعدته لأسفل، فتلاقوا الأرض المحروثة فيها عبارة عن خطوط أو حفر طويلة كده أو مجاري طويلة، دي اسمها الأخاديد. فداود بيقول له يا رب مهد الأخاديد دي. ليه هيمهدها؟ علشان بالغيوث تحللها. والغيوث مفرد، دي جمع، مفردها الغيث، والغيث هو الندى. فداود بيقول له يا رب الأخاديد ديت املاها بالندى وارويها بالندى. وقبليها بيقول له اروي أتلامها، يعني الأرض اللي تم حرثها ارويها يا رب بالمية. طبعا اليسوعية بيقول بالوابل تبللها. الوابل هنا دي مش كلمة سيئة، الوابل اللي هو يقصد بيها انه يرويها بوابل من الماء يعني بوفرة من الماء. في الطبعة بتاعت فان دايك اللي هي بالغيوث تحللها. يعني ايه تحللها بقى؟ تحللها معناها في الترجمة الإنجليزية بيقول معناها make it soft، يعني خليها ناعمة. يقصد بإيه خليها ناعمة؟ يعني الأرض يا رب اللي انت هترويها خليها لينة، ما تخليهاش قاسية. فربنا لما يروي الأرض تبقى دايما لينة. ربنا لما يروي الإنسان بعمل روح القدوس وبنعمته الإنسان يلين قدام ربنا وما يبقاش قاسي. فبيقول له يا رب حللها. يحلل الأرض مش معناها التحليل يعني يفككها، يحلل الأرض يحلل جزيئاتها، لا دي هنا يقصد بيها حللها يعني لينها، رطبها، خليها طرية. ولما تبقى الأرض طرية ده معناها انها شبعانة بالمية، والأرض اللي شبعانة بالمية زرعها يبقى مثمر وغزير، غير الأرض الجافة. الأرض العطشانة ما تجيبش مية لأن التربة الطينية بتاعتها تبقى متشققة. زي في سفر أرميا لما بيقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. فالآبار المشققة ما تحفظ المية، لا تضبط ماء، فيبقى الظاهر بتاعه هو بئر ماء، لكن الحقيقي هو بئر ماء من غير ماء، لأن جدران البئر مشققة فما بتعرفش تضبط الماء أو تحفظه جوه البئر. الطبعة بتاعت الكتاب المقدس الدراسي بيقول ايه؟ وتسوي روابيها
فتلينها وتبارك غلتها. تسوي روابيها، يعني الأرض لما بتتحرس بتبقى فيها زي ما قلنا أخاديد عالية أو مجاري طويلة كده، دي بتظهر بفعل حركة المحراس في الأرض، فبتعمل زي رابية صغيرة ارتفاعها مثلا 30 سنتي أو 25 سنتي. فيقصد هنا بيقول سوي بقى روابيها يا رب، لما المية تنزل على الأرض هتبقى الأرض كلها في سوى واحد. فتلينها وتبارك غلتها. تلينها قلنا تحللها، تخليها ناعمة شبعانة مية، وتبارك غلتها. في الطبعة اليسوعية بيقول وتبارك نبتها. دي كانت كلمة في آية من العبكاني، لما نطقتها صح، لما فهمتها صح، ما بقتش من العبكاني. على الراديو، راديو دوجما 3.10.